السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده مع بعض اول تجهيزات وتفريزات شهر رمضان الكريم، وهي العصاج. هنعمل عصاج اقتصادي جدا جدا جدا، ولا هيبان في الطعم ولا في الشكل ان اللحمة دي متضاف لها اي اضافات غير البصل والفلفل، بمكون سحري رخيص جدا جدا وموجود. هتضاعفي كمية اللحمة بتاعتك من نص كيلو لحمة مفرومة لاكتر من 2 كيلو من العصاج. بصوا بقى الاطباق اللي انا عاملاها، اللهم بارك، كل طبق فيه اكتر من نص كيلو من العصاج، كل ده بنص كيلو لحمه مفرومه. اعملوا لايك للفيديو وشير كتير عشان يوصل لاكبر عدد، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس. وتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا. المكون السحري والأساسي معانا في وصفتنا النهاردة لمضاعفة كمية اللحمة هو العدس بجبة. هنجيب ربع كيلو من العدس قصاده نص كيلو من اللحمة المفرومة، ولا هيبان معاكي خالص في الطعم ولا في الشكل، لكن هيفرق معاكي في الكمية وهتشوفي بنفسك. جبته نقيته وغسلته ونقعته نص ساعة، وبعدين احطه بقى على النار عشان يستوي مع رشة ملح بسيطة خالص، وهسيبه كده يفضل يغلي. وكل ما المية بتاعته تنقص هزود مية سخنة لحد ما يتهري خالص. انا عايزاه يدوب كده في المية. سيبيه بقى وتعالي نقشر البصل ونشوف بقية المكونات بتاعتنا. تاني حاجة معانا في المكونات هي البصل. البصل أساسي معانا في أي عصاج، بس هنا في الوصفة بتاعتنا النهاردة بما إننا بنعمل عصاج اقتصادي هنزود البصل شوية، يعني قد كمية اللحمة هتجيبي بصل. أنا هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هحط قصادها نص كيلو من البصل. طبعا كل ما تضاعفي الكمية هتحطي قدها بصل بالظبط. ما تخافيش، طعمه مش هيبقى وحش ولا هيبان خالص، بس هيفرق معاكي في الكمية وهتبقي وفرتي في الميزانية. كمية العصاج اللي أنا عاملاها النهاردة ممكن تكفيني رمضان كله، محتاجش أعمل تاني، وأبقى كده وفرت في وقتي ومجهودي وفلوسي وكل حاجة. وبإذن الله لما تجربوه الوصفة هتعجبكم جدا. هفرم بقى البصل كده فرم خشن، مش عايزاه ناعم يبقى وينزل مية واحطه في اللحمة يدوب، أنا عايزاه خشن عشان يساعدني أضاعف كمية اللحمة. هو ده الشكل اللي انا عايزاه، البصل مفروم خشن مش ناعم ومش منزل ميه زي ما انتوا شايفين. هحطه بقى في طبق كده على جنب ونشوف المكون اللي بعده. المكون اللي بعده برضو اساسي معانا في الوصفه بتاعتنا النهارده هو الفلفل، بس الفلفل مش هنحطه قد اللحمه، هنحطه نص كميه اللحمه زي العدس بالظبط. يعني الفلفل قد العدس. حطينا ربع كيلو من العدس وهنحط ربع كيلو من الفلفل. عايزه بقى تحطي فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حامي، براحتك خالص. بس بما اننا بنعمل وصفة اقتصادية انا ما جبتش فلفل الوان، وهستخدم الفلفل الاخضر العادي. حطيت ربع كيلو من الفلفل الرومي العادي، وهحط كمان حتة صغيرة كده من فلفلاية حراقة، يعني ما رضيتش ازود منها عشان طبعا ولادي صغيرين زي ما انتوا عارفين. تقدري تزودي حراق براحتك وعلى حسب ما انت بتحبي. برضو الفلفل عايزاه افرمه فرم خشن، مش عايزاه ناعم ولا ينزل ميه، لان الفلفل بيبقى مليان ميه، كل ما تفرميه انعم هينزل معاكي ميه كتير. حاولي تفرميه خشن زي البصل بالظبط، زي ما انتم شايفين اهو فرمته خشن. كل ما تنعمي الفلفل هينزل معاكي ميه وهيدوب جوه اللحمه ومش هيختفي، واحنا عايزينه لونه يبان كده ويبقى ايه شكله حلو معانا، وفي الطعم كمان يبقى طعمه حلو. هحط بقى الفلفل في طبق كمان، اوعي تحطيهم على بعض، امشي معايا الخطوات واحده واحده وباذن الله هتعملي احسن عصاج في الدنيا. هنسيب الكبه عشان لسه هنستعملها تاني، سيبيها على جنب. دلوقتي بقى العدس بتاعي استوى تماما زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، استوى والقشره كده فكت من عليه وداب كده. زودت له ميه مغليه كذا مره لحد ما وصل للمرحله دي. جبته بقى وصفيته كويس جدا من الميه، واحطه بقى في الكبه مكان البصل والفلفل. هنعمه، هضربه كده في الكبه وانعمه عشان ما يبانش معايا خالص في اللحمه. وكمان لو في اي واحده نيه ولا ما استوتش كويس تتضرب كده تطحن وما يبانش طعمها مع اللحمه. طحنته بقى في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتحسوا ان في كام واحدة سليمة كده ما اتطحنتش، ما تقلقوش برضو هتختفي خالص مع اللحمة دلوقتي، هيختفوا مش هتشوفوهم. هفضيه بقى في طبق، وكده هيبقى معانا كل المكونات بتاعة العصاج جاهزة. معايا البصل والفلفل والعدس ونص كيلو من اللحمة المفرومة. تعالوا بقى نشوف على النار هنعمل ايه ونحط ايه قبل ايه عشان نعمل احلى عصاج في الدنيا. لو وصلتوا معايا لحد هنا فضلا وليس امرا اعملوا لايك وشير للفيديو. هنيجي بقى على النار نجيب حلة كبيرة كده نحط فيها معلقتين كبار من السمنة. وكان عندي حتتين ليا كده صغيرين حطيتهم هيدوني ريحة وطعم للحمة تحفة جدا. لو عندك حطيها، ما عندكيش يبقى عادي خالص استغني عنها.
حطينا معلقتين كبار من السمنه، وحاولي تستخدمي حله او طاسه تكون كبيره عشان تعرفي تقلبي براحتك، لان اللهم بارك هتشوفي الحجم عامل ازاي دلوقتي. يعني الموضوع مش هيقف عند نص كيلو اللحمه، انت يعني كميه كبيره اللي هتعمليها. فانا جبت كده الحله الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، حطيت معلقتين من السمنه، حتتين اللي وسبتهم يسيحوا كويس. بعد كده هنزل باول مكون معايا وهو البصل. اول حاجه بنزل بيها البصل، بفضل اقلب فيه لحد ما يدبل ولونه يبتدي يصفر كده. بنزل بقى بالمكون اللي بعده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما عملتوش لايك، اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو لسه مش مشتركين. اول ما البصل بقى لونه اتغير كده زي ما انتوا شايفينه ابتدى يدبل، هنزل باللحمه بتاعتي. انا معايا هنا ربعين من اللحمه المفرومه، كنت مشترياهم ربع وربع عشان كل واحد هعمل بيه وصفه مختلفه، بس غيرت رأيي قلت هعمل بيه العصاج النهاردة، وبعدين هجيب ربعين تانيين هنعمل بيهم وصفات تانية تحفة جدا كلها بإذن الله هتعجبكم. وفي المرتين الجايين برضو هنعمل هنزود حاجات على اللحمة برضو تضاعف كميتها، ما تبانش معانا في اللون ولا في الطعم ولا في الشكل، وهتوفر معاكم كتير في الميزانية. اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم بإذن الله الوصفات الجاية هتعجبكم جدا. هقلب بقى اللحمة كده مع البصل واسيبها أول ما تبتدي تغير لونها هي كمان، هننزل بالمكون اللي بعده. بصوا بقى يا دوب كده اللحمة لونها اتغير زي ما انتوا شايفين وابتدت تشكشك كده، ابتديت اسمع صوتها. هنزل على طول بالعدس، مش هستنى لما اللحمة تستوي، عشان هتلاقوا العدس فيه كام عدساية كده صحاح ما استووش كويس او ما اتضربوش كويس في الكبة. فكل ما يقعدوا على النار مع اللحمة هيستوي سوا كامل ويدوب، وكمان ياخد من طعم اللحمة، يبقى العدس طعمه لحمة، ما يبقاش فيه فرق في الطعم، يعني تيجي تاكلي تحسي بطعمين مختلفين. لا، كل ما العدس ينزل بدري مع اللحمه هياخد من طعمها ويبقى كأنهم حاجه واحده. هننزله بقى كده زي ما انتم شايفين، اهم حاجه تكوني صفيتيه كويس من الميه قبل ما تضربيه، ونفضل نقلب فيه لحد ما يختلط تماما باللحمه زي ما انتم شايفين. نفضل نقلب فيه على النار، هتلاقي العدس اللي ظاهر ده هيختفي معاكي واحده واحده، مش هيبقى فيه اي اثر للعدس تماما، وهيبقى لونه زي لون اللحمه بالظبط. هنقلب فيه بقى كده شويه، اول ما العدس تحسي ان هو ابتدى يختفي هننزل بقى الملح والفلفل والتوابل بتاعتك. انا حطيت ملح مبهر وفلفل اسود وتوابل لحمه او بهارات لحمه وشويه بابريكا كده عشان يوحدوا اللون، العدس مع اللحمه يبقوا كلهم لون واحد. ونقلب بقى كويس كده على النار لحد ما نحس ان اللحمه خلاص قربت تستوي والعدس اختفى تماما. هتفضلي تقلبي على النار، اوعي تسيبيها احسن تشيط، يعني اللحمه لو سبتيها او العدس كمان ممكن يشيط اكتر من اللحمه، لان ما فيهوش اي ميه فمحتاج تقليب على طول. هنفضل نقلب كده تقليب مستمر لحد ما اللحمه تستوي، وطبعا هتدوقيها تظبطي الملح والفلفل عشان يبقى طعمها حلو. وكده يبقى فاضل معانا اخر مكون وهو الفلفل الاخضر. هنزل بقى بالفلفل بعد ما اللحمه استوت تماما والعدس اختفى زي ما انتم شايفين، ما بقيتوش شايفين اي اثر للعدس، واللحمه كمان استوت، دقتها طبعا وظبطت الملح والفلفل. وهنزل بقى بالفلفل الاخضر، وزي ما قلت لك في اول الفيديو لو عندك فلفل الوان هيبقى تحفه جدا، لكن انا عشان بعمل وصفه اقتصاديه وعايزه اوفر في الميزانيه على قد ما اقدر استخدمت الفلفل الاخضر الرومي، برضه هيديني شكل وطعمه حلو جدا. انا مش عايزه الفلفل يستوي ويدبل خالص ويختفي مع اللحمه، انا عايزاه يفضل لونه باين ان هو اخضر وكمان طعمه باين في اللحمه. فعشان كده بنزل الفلفل اخر حاجه، اديله تقليبه كده على النار يا دوب بس يدبل سنه، واطفي النار ويبقى كده العصاج بتاعي جاهز. اني اسيبه يبرد واحطه بقى في علب تلاجة او في اكياس او في اطباق وادخله الفريزر واطلع منه بقى في رمضان على حسب استخدامي. هيعجبك جدا باذن الله، هيوفر معاكي كتير في الميزانيه لو عندك عزومه، هتبقي يعني هتقفي وقت اقل في المطبخ. بصوا بقى يعني مميزاته كتير جدا، وفي نفس الوقت طعمه تحفة. جربوه، متأكدة بإذن الله ان هو هيعجبكم جدا. الحقوا اعملوه دلوقتي عشان يوفر معاكم وقت في رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين جميعا، ربنا يعودوا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بإذن الله بكل خير. زي ما وريتكم بقى دلوقتي كده بالمعلقه مفيش اي اثر للعدس، العدس اللي كان لسه صحيح ما اتضربش كويس في الكبه كل ما بيطول على النار بيختفي وبيدوب كده مع اللحمه، واللي مساعدنا ان لون العدس نفس لون اللحمه فبيختفي، ما بقاش ليه اي اثر. دلوقتي بقى هجيب الاطباق اللي هحطها
اللي هاحط فيها اللحمة وهادخّلها الفريزر. تقدري تحطي في علب تلاجة بقى أو أكياس أو على حسب المتوفر عندِك. لو عندِك ميزان هتوزني هتلاقي الكمية اللي إحنا عملناها حوالي 2 كيلو وربع من العصاج أو أكتر كمان. أنا عملت هنا 4 أطباق من العصاج، كل طبق وزنه أكتر من نُص كيلو، أكتر بشوية من النُص كيلو. فطبعًا الكمية اللهم بارك يعني حلوة جدًا، والطعم خطير، والشكل زي ما أنتم شايفين يعني ما حدش هيقول أبدًا إن فيها أي إضافات غير البصل والفلفل، ومش باين خالص في الطعم ولا في الشكل، والطعم تحفة. جربوا الوصفة دي بإذن الله هتعجبكم جدًا. هاحط بقى كده في الأطباق عشان أوريكم شكلها بعد ما أحطها في الأطباق بقى وتبرد خالص. هاوريكم شكلها عامل إزاي. كده تبقى جاهزة بقى تدخل الفريزر. كل بقى أمّا أحتاج لحمة مفرومة في رمضان أو عندي عزومة أو عايزة أعمل صينية مكرونة أو جلاش، هاطلّع الطبق وآخد منه برضه على حسب استخدامي، والباقي هاشيله. هيوفّر معايا كتير جدًا وقت ومجهود وفلوس، وطعمه حلو جدًا. جرّبوه بإذن الله. وادي شكل اللحمة المفرومة بتاعتي، شكلها ما شاء الله تحفة جدًا، طعمها خطير. الكمية بُصّوا بقى عملت معايا قد إيه، نُص كيلو لحمة مفرومة عامل معايا حوالي 2 كيلو وربع أو أكتر كمان من العصاج. جرّبوا الوصفة دي بإذن الله هتعجبكم جدًا. مستنية رأيكم، اوعوا تنسوا تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوه شير مع أصحابكم عشان يستفادوا منه. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. بإذن الله هنعمل وصفات من اللحمة المفرومة، وبرضه هنزود حاجات تضاعف الكمية. هتعجبكم جدا جدا. واسيبكم دلوقتي في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.